السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى انكم تكونوا في احسن الاحوال نتوما كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم طبق ديال الدجاج مع بطاطا في الفران، كيجي اكثر من رائع. بالنسبه للمكونات كنحتاجوا ربيطه ديال الربيع، 5 ديال فصوص ديال الثومه مكرطين، نصف معلقه ديال الفلفل اسود الابصار، نص معلقه ديال الكمون، معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره عامره ديال التحميره، الهريسه، معلقه صغيره ديال السمن، نص معلقه ديال زريعه القزبر. هنا كيف كتشوفوا في الصوره هذا الماء اللي كينزل من العصير، الماء اللي كينزل من الحامض المصير. كنضيف معلقه كبيره، ممكن انكم تعوضوها بمعلقه كبيره ديال عصير الحامض ولا معلقه ديال الموطارد. كنضيف زيت الزيتون، تقريبا هنا عندي 4 ديال المعالق ديال زيت الزيتون، يعني اللي يجمع لينا شرموله. كنخلطوا مزيان هاد المكونات. بالنسبه للملحه كيف كتشوفوا انا ما ضفتوش بحيث راني داقه القزبر مع الملحه والحامض مصير مالح، السمن مالح. صافي خديت الدجاج ديالي نظفتو ويعني نشف مزيان وفلحته كيف كتشوفوا، وغادي نشرموله مزيان بهاد الشرموله. هنا من الافضل تخليوه يعني ساعه ولا ساعتين، من بعد عاد تدخلوه الفران باش كيشرب لينا هاد التوابل. في نفس البول يعني كنضيفوا واحد 2 معالق ديال الماء، كنضيفوا بطاطا اللي قطعناها دوائر اللي كيكون السمك ديالها ما رقيق ما غليظ. كناخذوا واحد البصله كبيره حتى هي كنقطعوها شنانف وكنضيفوها للبطاطا وكنخلطوهم مزيان. كناخذوا واحد المول ديال الفران كندهنوه بالزبده، من بعد كنضيفوا له هذيك البطاطا والبصله، من بعد كنوضعوا الدجاج من الفوق واحد الخويط ديال زيت الزيتون، ومن بعد كنضيف واحد المعلقه صغيره ديال السمن، ممكن انكم تعوضوها بالزبده الحيوانيه. كفرتوها هكا من فوق الدجاج. كناخذوا هذيك الزلافه اللي بقات لينا هذيك اللي فيها شرموله، كنوضعوا فيها 2 معالق ديال الماء، كنوضعوه في الجنب ديال الدجاج وكنغلفوا المول مزيان بابي كويسون وكندخلوه الفران. بالنسبه للفران كيكون سخون يعني قبل، وكتكون الحراره مرتفعه حتى تبدا تغلي لينا، يعني هذا الدجاج يبدا يغلي لينا. من بعد عاد غادي نقصوا العافيه وكنخليوه يطيب على المهل. منين يطيب لينا نحيدوا هذاك الورق ونخليوه يتحمر. وهذا هو الشكل النهائي للطبق ديالنا، كيجي اكثر من رائع. نتمنى انكم تجربوه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.